السلام بنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بألف خير يا رب. عواشركم بروك الله يدخل عليكم بالصحة وباش نسمنيتو ان شاء الله، ويدخل علينا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كيف ما كتشوفوا البنات، هنا كنشارك معكم واحد بيتزا رولي بحشوة اقتصادية وكتجي بنينة بنينة ما شاء الله. نتمنى يا ربي يعجبكم. ولا ندوزو المكونات وطريقة التحضير. هنا كيف ما كتشوفوا عندي 3 الكيسان ديال طحين عنبة ديال الدقيق، وممكن نزيدو ممكن تجينا الكمية هي هذيك، المهم على حساب الطحين وعلى حساب السوائل. الدقيق فورس ديجا مغربل يكون نوعية جيدة. وهنا عندي كاس ديال الحليب بحرارة المطبخ، هنا عندي نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء دافي، هنا معلقة كبيرة ديال خميرة حبيبات، هنا شوية ديال معلقة السكر، هنا شوية ديال الزعتر، وهنا شوية ديال الملح. هادو هما المكونات بالنسبة للعجين. انا غادي ندوز باش غادي نحضر. انا كيف ما كتشوفوا الماء انا دفيته شويه بما ان الجو شويه بارد. هنا نص كاس ديال الزيت، وهنا كيف ما قلت لكم الكاس ديال الحليب تا هو دفيته شويه، يعني كان في الثلاجه. هنا معلقه ديال السكر سنيده، ممكن ديروا معلقه ديال العسل، وهنا معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات. صافي كنخلط الكل جيدا، نخلطو باش كتذوب ديك المعلقه ديال السكر سنيده. اللي ما بغاش يضيفها ما يضيفهاش، ماشي ضروري. وهنا غادي نغطيها البنات بواحد البلاستيك، ونخليه تقريبا 10 ديال الدقائق، نغطيه ونخليه حتى وكانت تفاعل لينا الخميره مزيان، وعاد ديك الساعه نخدمو بها. هنا راه وليت طويسو على 4 باش يعني يسخن ليا شويه. وهنا كيف ما كتشوفوا غادي ندوز من ما خمرت ليا العجينه، غادي ندوز ندير في مقلاص واحد شويه ديال الزيت، وغادي ندير واحد شويه واحد الكميه بسيطه يعني ديال كفتة ديال الدجاج. المهم اختياري بالنسبة للحشوة، مهم كتبقى لكم حسب الاختيار. يعني ممكن ديروا يعني ممكن الحشوة اي حاجة بغيتو ديروها دير بها. هنا كان عندي واحد الصدر ديال الدجاج، قلت راه نديرو شوية الكفتة، وهنا درت واحد شوية ديال الملحة وشوية ديال الابزار، وصافي كنبقى نشحر في هذيك الزويته مزيان حتى توقف ليا. هنا كيف ما كتشوفوا زدت واحد شوية ديال المعدنوس. هنا صافي راه ديجا تشحر، صافي ما شربات ديك الزويته اللي كنت حطيت في الاول. يعني صافي صبحت الحشوه جاهزه، كتجي بنينه بهاد الذوق ديال الملحه والابزار. وهنا كيف ما كتشوفوا راه ديجا الخميره صافي ملي كنشوفوها طلعت هكا الفوق، صافي راه تفاعلات. يعني دابا نخدموا بها وحنا مطمئنين العجينه ديالنا غتخمر. مع دابا الجو شويه بارد، وصافي كنضيف الطحين تدريجي. كنعتذر البنات على الصوت، شويه عندي الصوت مريض شويه باحه. وصافي هنا كيف ما كتشوفوا غادي نحيد هذا، وغادي نستعمل يدي. وفي هاد الاثناء البنات راه تفكرت الملحه والزعتر.
لان الملحه ما كنديرهاش في الاول باش لان كتقتل لينا هي الخميره. ماشي مشكل، نتوما ديروها في ديك المرحله من بعد ما كتخمر الخليط الاول، من بعد ما سيخمر ديك الساعه تيكون باقي سوائل، ديك الساعه ضيفوا الزعتر وضيفوا الملح. هنا كيف ما كتشوفوا راه خاصها ضروري تكون مطلوقه، بما انها كتلتصق لينا باليدين. زدت لها شويه ديال الطحين، تقريبا شي نص كاس اخر ديال الطحين، اللي هزات ليا 3 الكيسان ونص. المهم تيبقاو على حساب السوائل اللي درتو نتوما. كيف ما كتشوفوا القوام ديال العجينه صافي. هنا غادي نجمعها وغادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت وغادي نغطيها ونخليها تخمر. صافي هنا بواحد شويه ديال الزيت صافي، وغنغطيها ببلاستيك وندفيها ونخليها في مكان دافي ونخليها تطلع. هنا غادي ندوزو واش غادي الحشوه. عندي الفلفله خضراء، هنا عندي داك الدجاج اللي شاركت معكم، هنا جبن موتزاريلا، معجون الطماطم، هنا لانشون والزيتون والفلفله حمراء. المهم الحشوه لكم الخصيه، باش ما بغيتو ديروا الحشوه يعني مفتوح، ديروا اللي بغيتو. هنا كيف ما كتشوفوا العجينه راه ضعفات، يعني راه خمارس، حتى القوام ديالها كيجي ما شاء الله، يعني كتخدمي بها وانتي مرتاحه. وهنا كيف ما كتشوفوا على سطح العمل درت شويه ديال الطحين وصافي، وغادي نبسطها بالدلاك. شو البنات ملي كتكون العجينه مخدومه في الاول مزيان، يعني كتعطونا الطوع، فين ما جريتيها كتجر تتبعك، يعني خدمي بها مرتاح. هنا البنات زربت لكم فيديو باش ما نطولوش عليكم بزاف. هنا كنحاول نديرها بشكل مربع. هنا كيف ما كتشوفوا قطعت ليها الجوانب، خليتها على شكل مربع. وهنا عندي المعجون ديال الطماطم، ممكن نتوما بالنسبه للصلصه ممكن ديروا اللي بغيتو، وإلا درتو غير المطيشه العاديه ديال الدار ضروري تشحروها بشويه، واخا طحنوها وتشحروها بشويه ديال الزيت وشويه ديال الابزار والملحه، وديروا النكهه ديال الزعتر الا بغيتو، او الصلصه الجاهزه ديال البيتزا. المهم لكم الاختيار. هنا كنفضل ان هذا المعجون الطماطم كيجيبها ناشفه، يعني ما كتجيناش من الداخل معجنه، وكتجي حتى اللوغو ديالها بنين. هنا كيف ما كتشوفوا كنديروا داك شويه ديال الدجاج، لا ما كاينش ماشي ضروري. وهنا كيف ما كتشوفوا ديك الفلفله خضراء قطعتها مرصوات صغار، ممكن ديروا حتى البصله الخضاريه، داك الورق الخضر ديالها تا هو كتقطعوه رقيق الا بغيتي ديروه. هنا كيف ما كتشوفوا لانشون. المهم قديت انا بصراحه بداك الشيء اللي عندي في الدار قديت به، وجات غزاله ما شاء الله والله العظيم، الى كما نقول المذاق لا يقاوم، يعني ما شبعناش منه. وهنا كيف ما كتشوفوا الجبن الموتزاريلا، وهنا الزيتون خضر، كحل عفوا. وصافي هنا كيف ما كتشوفوا كالرولي، ما كنلقاوش مشكل مع العجينه كيف ما قلت لكم تكون مخدومه. وهنا خلاص غادي نقطعها مرصوات، يكون الموس يكون ماضي شويه. وصافي كيف ما كتشوفوا هنا كنحاول نقطع اجزاء متساويه. هنا تقريبا درت شي 12 قطعه. هنا كيف ما كتشوفوا المول مدهون بالزيت.
غير البنات حاولوا تفرقوهم شويه على بعضياتهم، مع فيهم الخميره راه كيختمروا ما يجيوناش تاني عاود لاصقين. وهنا كيف ما كتشوفوا غندهنهم بشويه ديال الحليب، غير ديك الجوانب ديالها. بغيتو ديروا البيض ديروا، ما بغيتوش انا المهم انا ما بغيتش ندير البيض، بما ان الحوش سميتو ما كاينش كاع البيض، قلت انا فضلت ندير غير هكا الحليب وصافي. غير دوك الجوانب ديالهم العجينه. وهنا كيف ما كتشوفوا من بعد طابت جبدتها، درت هنا غادي ندير داك الجبن موتزاريلا وصافي. غادي نرجعها للفران غير دافي، يعني راه طفيتو، غير داك السخونيه اللي باقا فيه غادي يذوب ليها الفرماج. وضروري تغطيوها ببلاستيك غذائي وديروا لها شي منديل ولا شي فوطه، وتخليوها تقريبا ديك 5 دقائق حتى يرجع داك الصهد فيها. يعني ما تخليوهاش عريانه باش ما تقصاحش. هذا هو السر باش غادي يجيكم فتيه وهشيشه. وصافي كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، راه ما كتجي لا غليظه لا معجنه لا والو. كيف ما كتشوفوا جات ما شاء الله البنات، والله زعما جربوها وان شاء الله تصبح معتمده عندكم. شيشه رطبه واحد المذاق يعني، وبحوش وقت